الليس كوكيز او الفلورنتين كوكيز من اسهل الوصفات اللي ممكن تعملوها الصبح للولاد مع السندوتشات. انتم متخيلين قد ايه سهله وسريعه؟ وتعالوا بسرعه نبدا. اول حاجه عندي 4 معالق كبار زبده، حطيت عليهم ربع كوبايه سكر و3 معالق كبار عسل، وممكن تستبدلوها بالجلوكوز لو ما عندكوش عسل، واكيد رشه ملح كمان لان ده زي الكراميل بالظبط. هحطهم على النار، واول ما يسيحوا ويبداوا يغلوا بالشكل ده هسيبهم لمده دقيقه واحده بس على نار متوسطه لقليله، مش عاليه ولا حاجه، بس تغلي لمده دقيقه، وبعد كده هرفعها من على النار على طول وهحط فيها باقي المكونات. ميزه الكوكيز دي ان انتوا ممكن تعملوها باي نوع مكسرات، انا عملتها باللوز بس انتوا ممكن تعملوها بالفول السوداني عشان تبقى موفره عليكم، ممكن تختاروا اي نوع انتوا بتحبوه. حطيت عليها بقى نص كوبايه دقيق لوز مطحون في البيت عادي خالص، وعليهم 3 معالق كبار دقيق. وطبعا انا نزلت فيديو عن السيليكون المخروم ده، الكوكيز لما بتسيح في الفرن دخلت في الخروم برغم اني حطيت ورق زبده تحتها، فكملت بقيه الكوكيز كلها في ورق زبده عادي. استخدمت معالق معياريه وصبيت على السيليكون على طول، حطيت على ورق زبده عادي، بسيب مسافه كبيره بينهم لان هي بتفرش جدا في الفرن عشان ما يلزقوش في بعض. بعد ما بتبرد شويه وبتمسك شويه اقدر اشكلها كرات وبحطها على درجه حراره 170، مش بتاخد اكتر من 8 دقائق تقريبا. لو عايزينها طريه شويه ممكن تقعد معاكم 6 دقائق في الفرن، ويا اما تستمتعوا بيها كده حاجه او انكم تضيفوا لها شوكولاته. انا ضفت لها شوكولاته دار، ودي تقريبا اسهل واسرع وصفه كوكيز ممكن تجربوها، وبالف هنا.